السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على حسب ما انت تتفرج على الفيديو يعني. انا النهارده جاي اكلمك على الفلاتر اللي موجودة في السوق، ولازم تاخد بالك ان احسن فلاتر موجودة في السوق هو تانك. ليه؟ لان ليه ضمان، هم اللي بيجوا بيركبوه، مصري معروف. ما تروحش بقى حد يقول لك امريكي واسباني وبيقعد والكلام ده، لا لا لا، هو خليك في التانك لانه معروف وليه ضمان وليه شركة معتمدة وليه كل حاجة. طيب عايز تجيب حاجة أحسن منه، هو باناسونيك. وباناسونيك خد بالك عشان في حاجتين، في حاجة بضمان وفي حاجة من غير ضمان، يفرق في السعر جامد جدا. فعشان كده النهاردة جاي أقول لك على أسعارهم. فالتلاتة مرحلة دلوقتي عامل 800، عامل 550 جنيه. طيب الخمسة عامل 850 جنيه. طيب في حاجة اسمها برو، ده بينزل 3 شمعات، كل شمعة بتعمل وظيفتين، يعني كده انت معاك ست وظايف. طيب ده عامل كام؟ عامل 1850 جنيه. طيب نخش بقى على اللي بعديه، ودوت اللي هو بخزان ال7 مرحلة، دوت بيبقى عامل 2850 جنيه. طيب نخش على شمعاتهم بقى عشان بالمرة نخلص. الشمعة اللي هو ال3 مرحلة بيجي كل 6 شهور، عبارة عن 2 أولى وواحدة تانية وواحدة تالتة، دوت عامل 165 جنيه. نخش على ال5 مرحلة، دوت عامل 265 جنيه. ده نفس كل حاجة بس بيزيد معاه الرابعة والخامسة، ودول بيتغيروا بعد سنة عشان تبقى عارف. يعني أول 3 مراحل بيتغيروا بعد 6 شهور، والتانيين بيتغيروا بعد سنة. بعد كده بتخش على الباناسونيك بقى. الباناسونيك عشان تبقى عارف، في بضمان وفي من غير ضمان، عشان تبقى عارف في مؤشر وفي من غير. اللي هو من غير مؤشر عامل 2500، اللي ابو مؤشر عامل. طيب ابو مؤشر شركة عامل 3250 جنيه. طيب اللي بره الشركة بقى عامل 2300 جنيه، دوت من غير مؤشر. اللي هو في حاجة اسمها S10، ده من غير مؤشر. S20 ده بمؤشر. طيب نخش على شمعتهم. طيب الشمعة عامل 750 جنيه دلوقتي، بتقعد معاك من 6 ل8 شهور على حسب جودة المية عندك. وطول ما المية، طول ما الفلتر بينزل مية قوية يبقى كده الشمعة شغالة. طول ما الفلتر بينزل مية ضعيفة يبقى كده الشمعة عايزة تتغير، من غير مؤشر ومن غير أي حاجة. طيب الشمعات بتاع التانك البرو، عشان ألم لك كل حاجة يعني في الفيديو، عاملة 370 جنيه، وبتتغير بعد 6 شهور برضه. احسب حسبتك كده وتعالى اشتري اللي يناسبك. سلام.